يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة. عندك برتقان أو سفندي، هاتيه وهاتي العصارة وتعالي نعصر منه أحلى كوباية ونعمل منه أحلى تحلاية لأحلى اخوات في الدنيا كلها. عصرنا دلوقتي كوباية من البرتقان، انت اختاري، يا تعملي بالسفندي يا تعملي بالبرتقان براحتك، المهم تعملي منه كوباية عصير محترم. وهاتي الحلة وحطي فيها الكوباية العصير ومعاها كوباية المية ومعاها كمان كوباية سكر ورشة من القرفة. خدي الخليط وحطيه على النار علشان تعملي أحلى شربات لأحلى تحلاية. وصلوا على النبي يا جماعة. تعالي بقى لما أقولك على التركاية، هتجيبي لفة جلاش مع مقدار نص كيلو وتعالي قطعيها زي ما تحبي، هتلفيها رول وهتقطعيها بالسكينة او بالمقص زي ما يريحك. اوعي تستعجلي وتطلعي من الفيديو، التحلاية ديت هتعجبك قوي، واللي مش هيكمل معايا الفيديو هيندم انه خرج من الفيديو. يلا انزلي حطيلي لايك. بعد كده اخدت الجلاش بعد ما اتقطع وفرطته في صينيه كبيره، لازم تكون الصينيه كبيره علشان ما يكونش على بعضه، وبتدخليه الفرن علشان يتحمص من غير اي اضافات، وبتاخدي بالك كويس علشان هو بيتحمر بسرعه. عايزه اقول لكم خطير، سامعين القرمشه؟ دلوقتي الشربات جاهز معايا، هسيبه على جنب علشان يهدى واستعمله. وبعدين هجيب طبق وهتحطي فيه 3 بيضات، وكمان هتحطي كيس من الفانيليا. مقدرنا هنكتبها لك على الشاشة علشان تعتمديها واحدة واحدة زي ما انا كاتباها بالظبط عشان تاخدي احلى نتيجة. بعد كده نزلت بكوباية سكر وهضرب الكلام ده كله مع بعض لحد ما يديني فوليوم ابيض زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنزل بكوباية من الزبادي او كوباية من الحليب، عندك زبادي حطي، عندك حليب حطي، مش هيقول لا. بعد كده مقلعة ذرة ملح، وكمان هنزل بمقلعة كبيرة من البيكنج باودر اللي هو ما يعادل نص الكيس. كمان هنزل بكوباية من الزيت. عايزة اقول لكم انا اخدت مقلعتين الصراحة، حطيتهم في الصينية علشان الزيت انتوا عارفين يعني ازمة الزيت واضحة. المهم هحط كمان الجلاش، هنزل بيه واحدة واحدة وهبتدي ان انا اقلبه بالراحة خالص. انزلي بيه كده واحدة واحدة وقلبي براحتك. ساكتين ليه؟ صلوا على النبي يا جماعة. زي ما انتوا شايفين كده، لو لقيتيه معاكي تقيل، الخليط تقيل، ممكن تطريه بمقلعتين من اللبن. تمام تمام. بعد كده هتاخدي الصينية وهتدهنيها بالمقلعتين اللي احنا شلناهم في جنب، وبعد كده هتنزلي الخليط فيه. عايزه اقول لكم ان انا في المرحله دي ضفت مقلعتين من الكريم شانتيه اللي هو البودره الخام. انتي يعني حابه تحطيها حطيها، مش عايزه تحطيها فهي ديت الخطوه ديت اختياري، بس يعني انا حاططها كده يعني تدي طعم حلو كويس كده معاكي، الطعم تحسي ان الطعم كده غني اكتر. المهم فضيت انا كده الخليط في الصينيه ودخلتها فرن سخن بدرجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة. دهناها وفضينا الخليط وسويناه. طبعا قبل ما ادخله انا حبيت كده اعمل له تاتش بسيط، فقطعت سويته كده الاول، وبعدين قطعت شرايح من البرتقال زي ما هتشوفوا معايا اهو، ورصيته كده من على الوش علشان يديلي كده منظر جمالي كده. لما تيجي تقطعي الخرطة تطلع معاكي كده ايه الخرطة كده عليها الشريحة، تديكي كده شكل ومنظر حلو. زي ما بقول لكم دخلتها فرن 180 درجة لمدة 30 دقيقة وطلع بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا مش هحكي لكم على الطعم فوق الوصف، والمفاجأة انه طعمه بالظبط
زي بلح الشام، كأنك بتاكلي بلح الشام بالظبط. اعملوها بالطريقة دي وجربوها، والله مش هتندموا. قولولي رأيكم ايه في الكومنتات. طبعا بنعرف هي استوت منين. بتجيبي خلة، خلة عادية، وبعد كده بتعمليها، بتختبرها نفس اختبار الكيكة بالظبط، وبتشوفيها لو طلع فيها حاجة بواقي يعني من الخليط ده، يبقى هي كده لسه مستوتش. انما هي كده الحمد لله، انا وريتكم ان هي كده استوت وتمام والحمد لله. بعد كده هبتدي اسقيها بالشربات. وكان معايا احلى واطعم صينية. بصوا انا سميتها تحلية الجلاش، مش عارفة، انتوا اختاروا لها اسم وقولوا لي في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام عليكم.